First and 10 from the 21. Penny puts it up. Edwards for the tying touchdown. He goes up. He's got it. Touchdown. أعزائي المشاهدين، أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. بصراحة الواحد فترة فاتت ما كانش حابب يتكلم في الكورة، رغم إن الأحداث كثيرة وأحداث ساخنة جدا، بس اللي حاصل في غزة واللي بيحصل في إخواتنا الفلسطينيين ما كانش واحد ينفع يطلع يتكلم في الكورة ولا يتكلم في حاجة وفي مذابح بتحصل في غزة وفلسطين، بس ما بلد حيلة. فندعو كده بالرحمة لشهدائنا في غزة وفلسطين، وإن شاء الله يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وإن شاء الله يرجعوا لحياتهم الطبيعية عن قريب، وإن شاء الله الغمة تزول. نخش بقى في موضوع يا جماعة. والله الكورة في مصر أهلي وزمالك، والأهلي والزمالك عمره ما هيوقفوا على لاعب ولا هيوقفوا على أي شخص. أهلي والزمالك دول حالة خاصة بالشعب المصري بالذات. نص الشعب المصري أهلاوي ونص زملكاوي. لو سألت أي أهلاوي ولا زملكاوي أنت أهلاوي ليه ولا زملكاوي ليه، هقول لك ما أعرفش، أنا طلعت لقيت نفسي زملكاوي أو لقيت نفسي أهلاوي. فعمر ما رحيل لعيب أو إدارة أو أي شخص من الأهلي أو الزمالك هيقلل من قيمة النادي. أهلي والزمالك دول كيانين كبار، عمره ما هيتهزوا. بصراحة اللي بيحصل يعني بعد رحيل زيزو عن الزمالك، تحس فيه، حاسس إن فيه مبالغة. خلاص لعيب مشى من عندك، عمره ما هتوقف على لعيب. ياما لعيبة بطلت ولعيبة اعتزلت ولعيبة مشت من هنا ومن هنا. واللي حصل برضه أيام رمضان صبحي وعبد الله السعيد لما انتقلوا من الأهلي برضه كان في مبالغة. خلاص رحيل لعيب أو أي حد من الأهلي والزمالك مش هوقف عليهم يعني. أهلي والزمالك عمره ما هتوقف على لعيب ولا على أي إدارة ولا أي شخص يمشي منه. ياما لعيبة رحلت وياما لعيبة راحت هنا وراحت هنا، والأهلي ما بطلش بطولات ولا الزمالك بطل بطولات. فالمفروض نحاول ناخد الموضوع شوية بهدوء شوية، لكن توصل لحالة إن السب والقصف اللي بتحصل دي وتمني المرض وتمني مش عارف إيه. لا يا إخواننا، الكورة مش مستاهلة يعني. الكورة مش مستاهلة يعني كل الحوارات دي. يلا حاجة ترفيه، بس احنا محتاجين يعني كشعب يعني وكجماهير بتشجع الكورة نبقى أهدى من كده شوية. أنا بدأت تشجيع للكورة تقريبا من 2000 بعد انتقال حسام حسن وإبراهيم حسن للزمالك، أو في الفترة دي أنا بالظبط. بطولة أهلي في 2001 تقريبا حقق بطولة أفريقيا بعد رحيل التوأم، يعني بعد ما كانوا عاملين حالة خاصة في الأهلي، وكان يعني حسام حسن وإبراهيم حسن يعني الدنيا ما وقفتش عليهم. أهو في نفس السنة الأهلي حقق بطولة أفريقيا. فأنا بقول لإخواتنا الزملكاوية تاخدوا الأمور برضو بأهدى شوية. الزمالك عمره ما وقف على حد، الزمالك صرح كبير. لو عايز تحزن الزملكاوية تحزن على حال الزمالك نفسيه، مش تحزن على لعيب وتقعد تشتم فيه. الزمالك يا اخوانا كل فترة بيفقد الهوية بتاعته، انتوا مش حاسين بكده؟ يعني الزمالك ده الكورة في مصر زي ما قلنا أهلي وزمالك، ما ينفعش الحال اللي فيه الزمالك دي. المشكلة الكبيرة في نادي الزمالك مشكلة إدارية يا جماعة، أكبر منها مشكلة لعيب راح ولا لعيب إيه. الزمالك داخل في دوامة ليه بتاع 15 سنة وأكثر من 20 سنة. رجعوا فترة 2001 2002، أيام ما ذكر كمال درويش راجل عميد كلية تربية رياضية، كان ماسك الزمالك، عمل جيل تاريخي للزمالك. كان الزمالك في فترة من 2001 لغاية 2004 كان مكتسح الأخضر واليابس، بسبب إن في كانت ناس شغالة صح، كانت ناس بتحب النادي. لكن الزمالك من 2005، الزمالك من 2005 لحد دلوقتي في حاجة مش مظبوطة، بسبب الناس الشغالة في النادي دي، والجماهير مغلوبة على أمرها. المشكلة إدارية بحتة جوا نادي الزمالك. كل اللي ماسكين في الزمالك دول منتفعين، محدش حابب الزمالك ومحدش يعني حابب يشتغل. الزمالك اسم كبير وبراند كبير، مش محتاج يعني ايه الزمالك عندي كل ليه بتاع 10 سنين 15 سنة عندي ازمات مالية ازاي؟ اسم الزمالك كبير، اسم الزمالك نفسيه فلوس. لو الناس شغالة صح هتعرف تدخل لنادي الزمالك وتحل كل الازمات دي. لكن كل الناس شغالة في الزمالك حاليا كلهم منتفعين، وكل الناس بتطلع تصرح دي تلفزيونات ومش عارف ايه، كل حابة تركب الترند. ما حدش بص على مصلحة الزمالك حقيقية. العنصر الوحيد
اللي في الزمالك حابب الزمالك وبص على مصلحة الزمالك هو جماهيره. ما عدا ذلك كله منتفعين. فالرجاء من أخوة الزملكاوية، بص على هوية الزمالك، سيبك من لعيب انتقل ولا لاعب مش عارف راح فين. الزمالك أهم، كان الزمالك أهم. في ناس من جوا الزمالك نفسيه، جوا النادي نفسيه، وأشخاص مش حابين الزمالك يرجع على الطريق الصحيح، عايزين الزمالك يمشي في الدوامة دي اللي عايش فيه. فكوكم بقى محورات المؤامرات الكونية دي عليكم مش عارف ايه. برضه أفكركم وأقول لكم ارجع 2001 لغاية 2004، شوف نادي الزمالك كان بيعمل ايه. ده كان في مؤامرة ليه؟ مش ساعتها ما كانش في مؤامرة، وليه في الدولة مش عارف ضد الزمالك والأهلي مش عارف ايه وبتاع ايه. اشمعنى الفترة دي يعني؟ الزمالك كان مكتسح في الفترة دي، ليه ما كانش في مؤامرات وقتها يعني؟ لكن من 2005 وجاي شوفوا السرطان بقى اللي دخل نادي الزمالك. اللي مش حابب الزمالك يرجع للطريق بتاعه وطريق البطولات ويبقى نادي كبير، اللي مش حابة الخير للزمالك. أشخاص عايزة تظهر على حس الزمالك. نادي الزمالك أكبر منهم بكتير. فمشاكل الزمالك من جوا الزمالك نفسه. ما تخلوش الناس تاخدكم في سكة إن الأهلي ده عدو. نادي الزمالك دي كورة، هو تنافس. الزمالك لو أنت في ناس شغالة صح وحابة نادي الزمالك، هتلاقي الزمالك ماشي صح ومش هتحس بظلم. في أخطاء بتحصل، أخطاء بتحصل. الأزمات المالية موجودة في نادي الزمالك ده أزمات مصطنعة. اسم الزمالك كبير زي ما قلنا. الناس شغالة صح هتدخل ملايين ملايين الزمالك. حل الأزمة دي. في محبين كتير مستعدة تساعد الزمالك وتوقف جنبه، بس الأشخاص الموجودين في الزمالك منع الناس دي. وأخيرا مسير الزمالك يرجع لسابق عهده. وده آخر كلام من الأخوة الزملكاوية. ونروح طبعا بقى للنادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي. الأهلي بيقدم واحدة من أفضل مباراته مع صن داونز في السنين الأخيرة. احنا تعودنا ان الاهلي مع صن داونز بيقدم مباراة سيئة جدا، خصوصا اللي في جنوب افريقيا دي اللي بتبقى الساعة 3 العصر والاجواء بتبقى ساخنة. الاهلي بيلعب مباراة سيئة، لكن المرة دي فاجأنا الاهلي. فاجأنا ان لعب مباراة كويسة جدا وكان الافضل وكان هو الاقرب للفوز. وكولر بصراحة المباراة دي عكس ما هو بيقدم يعني في الدوري. لعب مباراة جيدة جدا يعني. الناس يعني اتفاجأت بالتشكيل في الاول. لقيت تشكيل انه لاعب بخمسة دفاع يعني، فكثير انتقد التشكيل في الاول. صح هو نجح، وشفنا مباراة يعني يمكن واحد انا بصنفها من افضل مباريات الاهلي قدام صن داونز. انا فاكر ان الاهلي لعب مباراة كويسة ايام فيلا، ويرجع الفضل يعني المستوى اللي قدمه الاهلي في المباراة دي للنجم. مش من هواة الكلام الكبير ويقول لك صفقة قرن ومش عارف ايه، بس بصراحة اللي يطلق عليه صفقة قرن هو امام عاشور. لعيب بسم الله ما شاء الله، روح ولياقة ومهارة، بيعمل كل حاجة في الكورة بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه من الإصابات يعني. لعيب زي أشرف داري. يا إخواننا إحنا ماشي، أنا في البداية قلنا لعيب وناس انتقدت إنه إصاباته كثيرة، بس ده لعيب دولي، مدافع تقيل، كل مباراة بيلعبها بيزيد عن المباراة الأخرى. اللي فاجأني بصراحة في المباراة هو مصطفى العش. يعني مصطفى العش قدم مباراة يمكن من أفضل مباراته، وبتقول إن اللعيب ده جاي. واللعيب اللي عجب دايما انا بصراحه بشيد بيه وبقول لعيب جاي في المستقبل هو احمد رضا. احمد رضا افتكروا كلامي دي، لعيب تقيل منه، هتشوفوا ان شاء الله مع الماتشات ده هيعلى مع النادي الاهلي. جرجي شار دي هو المهاجم اللي يعرفك الفرق بين التاسيس بين اللعيب المصري واللعيب الاوروبي. لعيب متاسس صح، اللعيب اللي هو ايه تاخد منيه اللمسه الصح، بيعرف يتحرك صح، بيعرف ياخد القرار الصح، وهو لسه صغير في السن يعني 22 سنه. وهذا فرق التاسيس بين اللعيب المصري واللعيب الأوروبي. هي نتيجة تعادل 0-0 دي يعتبر من أفضل النتائج السيئة. هي نتيجة خادعة، بس يعني اللي طمنا إن مستوى الأهلي كان أفضل من صن داونز في المباراة دي، فإن شاء الله قادرين في القهر هنا مع حضور الجماهير والاستاد يبقى مليان جماهير. إن شاء الله الأهلي قادر يتخطى عقبة صن داونز ويصعد للنهائي. وبمناسبة النهائي، شكلنا مع موعد نهائي مصري خالص في بطولة أفريقيا. أنا بيراميدز اللي هو أصبح القطب الثاني الكرة المصرية. فاكرين لما الزملكاوية ما بقول لكم إن الزمالك بيفقد هويته؟ أهو بيراميدز حقق التعادل 0-0 مع فريق أورلاندو برضه في جنوب أفريقيا، وقادرين هنا طبعا بكل سهولة الصعود في مصر. فريق متكامل مع مدرب رغم إنه تحسه مروش شوية، بس مدرب كويس. وشكلنا على موعد مع مباراة قوية جدا بين الأهلي وبيراميدز
أو مباراتين بين الأهلي وبيراميدز في النهائي الأفريقي. وبعيدا عن أي تفاصيل تاني، اتفرج معي على الصور دي وشوف كبير القوم بيتم استقباله أحسن استقبال ويشرف الكل كالعادة، بداية من يونيانجو حارس صن داونز التاريخي ولقاه مع الشناوي بعد الماتش، وجمهور صن داونز نفسه اللي راح للشناوي يحتفلوا ويحييه، وخالد علي منسق العام للفريق الجنوب افريقي اللي يمكن كان واحد من اسباب الاجواء دي بين الفريقين، ولقطة تبادل التيشيرتات بين ياسر ابراهيم ولبوسة وصورة الكابتن خطيب مع الجمهور بعد المباراة، لانه هو ده الاهلي، هو ده كبير القوم، وهي دي الكورة، هي دي الروح بتاعت الكورة. لقطات بصراحة مبهجة يعني، وحاجات حاجة جميلة يعني، هو ده المفروض تبقى عليه كرة القدم. وبكده ينتهي كلامنا، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.